السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. رجعنا تاني ان شاء الله معانا وصفة جديدة جميلة جدا جدا. القرص، يعني بصوا القراقيش دي فعلا من الحاجات اللي ما ينفعش الواحد يستغنى عنها في بيته. تاكليها بقى مع كوباية شاي بالليل كده في عشوة خفيفة، بالنهار كده مع حبة شاي بلبن. الصراحة بتبقى جميلة في كل حالاتها، سواء بقى عليها جبنة، سواء عليها نوتيلا، سواء عليها أي حاجة. بتبقى تحفة. يلا نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ونبدأ مع بعض ونقول بسم الله. معانا المقادير دول: نص كيلو من الدقيق اللي هو متعدد الاستخدامات العادي. انا بس كل اللي انا عملته ان انا نخلت الدقيق. تمام، دول نص كيلو من الدقيق. معانا كمان معلقتين كبار من السمسم الني وهنحمصه دلوقتي مع بعض. ومعانا علبة من الزبادي، ده زبادي بيتي انا كنت عاملاه في البيت يعني. عفوا. ومعايا معلقة كبيرة من البيكنج باودر. ومعايا دول بقى معلقتين من السكر، وعليهم كيس من الخميرة. كيس خميرة تقريبا بيبقى 50 جرام. طبعا بقى بطل الوصفة كلها ديت نص كوباية سمنة على نص كوباية زيت. بس هما مش يعني هما بس مدفيين، مش اكتر ولا اقل، يعني هما مش سخنين، دافيين بس. يدوبك سيحت السمنة حطيت عليها الزيت. هنبدأ بسم الله دلوقتي نحط معلقتين السكر ومع الكيس بتاع الخميرة. هنحط عليهم شوية مية دافية دافية يا جماعة، علشان المية لو سخنة اصلا هتموت الخميرة، والخميرة مش هتتفاعل اصلا. بس فهقلبهم كده وهسيبهم على جنب برضو علشان اضمن ان الوصفة بتاعتي ما تبص بسبب كيس الخميرة، لان اوقات الخميرة بتيجي من عند الناس بتاعت السوبر ماركت او اي مكان، بتكون برضو ممكن تبقى منتهية الصلاحية او حاجة. فانتوا احسن لكم والاضمن ان انتوا تعملوا الحركة دي. هتسيبوها على جنب شوية، مجرد ما تلاقوها كده بتتفاعل وتبدأ تعمل رغاوي كده مع بعض على فوق، يبقى هي ديت كده خلاص الخميرة اشتغلت وتمام، مفيش مشكلة. دوت طبعا الدقيق ما ننساش اهم حاجه رشه الملح على الدقيق، دي مهمه جدا. اهي دي اللي انا برشها، رشه ملح كده بسيطه. يعني مثلا ممكن حطيت مثلا ممكن ربع معلقه. هقلبهم كويس مع الدقيق ده يا جماعه منخول، لازم ننخل اي حاجه بتاعت مخبوزات، علشان لو فيها اي تكتلات او حاجه بتبوظ العجين شويه، تطلع العجينه مش ناعمه في الاخر. هقلب مع الرشه بتاعت الملح مع الدقيق على مهلنا كده ونبدا مع بعض بسم الله. دول معلقتين السمسم، انا هاخدهم دلوقتي في طاسة على النار. طاسة تكون سخنة وهنزل فيها معلقتين السمسم، وهبدأ ايدي فيهم على طول، اشوح فيهم على طول على طول على طول، ايدي فيهم على النار لحد لما ياخدوا لون ذهبي كده حلو. بس طبعا ما يتحرقوش، يعني اهم حاجه تخلوا بالكم عليهم ان هما ما يتلسعوش، يعني هما بس هياخدوا لون ذهبي. وطبعا زي ما انتم شايفين لازم كده تقليب مستمر علشان خاطر هو بياخد لون بسرعه، واحنا عايزينه كله يبقى لون واحد. مجرد ما هياخد معانا اللون الذهبي الجميل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي دوت، انا هطفي عليه وهبدأ اكمل المقادير بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. انا اللون بس ممكن يكون مش باين شويه علشان التصوير، بس هو ياخد لون ذهبي زي اللي احنا بنجيبه اللي هو المتحمص العادي. هحط دلوقتي معلقه صغيره من البيكنج باودر على الدقيق وهقلب. يبقى احنا كده حطينا على نص كيلو دقيق رشه ملح ومعلقه من البيكنج باودر. احنا مش هنحط معلقه كبيره لان كده كده اصلا في خميره احنا حاطينها. وهنزل بالمعلقتين الكبار بتوع السمسم، بص السمسم كان سخن ازاي. وهقلب على الدقيق، هقلب كل المقادير الاول الجافه بتاعتي مع بعضيها، وبعد كده بقى نبدا ننزل ان شاء الله بالسوائل واحده واحده. طبعا الحاجات انتوا عايزين تعجنوا في عجان مفيش مشكله، عايزين تعجنوا على ايديكوا برضو مفيش مشكله. بس دي الخطوات الاولانيه اللي لازم تتعمل. دلوقتي انا نزلت اللي هي الكوبايه بتاعت نص سمنه على نص زيت، يبقى المقدار بتاعهم كوبايه. هقلبهم كويس مع الدقيق. يعني بصوا ايه، هبس كده الدقيق مع السمنة والزيت، دي اهم خطوة يا جماعة علشان خاطر كل حبات الدقيق تتشرب من السمنة ومن الزيت. يعني انا هقلب وهبس كده، هي اسمها ايه، هنبس كده الدقيق بالسمنة والزيت الدافيين بتوعنا، ولا سخنين ولا ساقعين، دافيين بس يا دوبك. احاول كل حبات الدقيق بتاعتي يدخل فيها الخليط بتاع السمنة والزيت. بص هي اصلا ما شاء الله بدأت ان هي خلاص هتكون عجينة معانا، بتتجمع زي كورة، بس في نفس الوقت لسه مفرولة لان احنا طبعا ما حطيناش لسه اي نوع من انواع السوائل. هنبدأ بقى ننزل بالحاجات بتاعتنا واحدة مع واحدة. ديت كوباية الزبادي اديني نزلتها، هي طبعا تكون بدرجة حرارة الغرفة علشان خاطر ما تبوظليش الوصفة. كل حاجة عايزينها ولا تبقى ساقعة ولا تبقى سخنة، دافية بس. هنقلب دلوقتي العجينة، الزبادي مع الدقيق بالسمنة برشة الملح بمعلقة البيكنج باودر، وطبعا معلقتين السمسم. هوريكم دلوقتي ما شاء الله شكل الخميرة خمرت وبقت جميلة ازاي.
بصوا يا جماعه ما شاء الله، خلاص هي اصلا انا لحقتها لان هي فعلا كانت خلاص هتنزل من الطبق اصلا ما شاء الله. كده الخميره بتاعتي شغاله، انا كده اهو ضامنه ان شاء الله العجينه بتاعتي هتخمر وهتبقى تمام ومفيش اي حاجه فيها هتبوظ. هقلب بقى كده زي ما انتوا شايفين. انا بس مش عايزه اطول عليكم، بس انا عايزاكم تشوفوا برضو معايا كل الخطوات. في الاول هتحسوا ان هي مش ملمومه كده على بعضها، ومجرد ما هتعجنوا فيها كده يا دوبك يعني تلموها كده بايديكم خلاص تمام. هي اصلا عجينه القرص والمقرمشات والكلام ده كله مش بتاخد وقت طويل. اهي كده زي ما انتوا شايفين انا يعني يا دوبك نزلت بمعلقتين بس ميه فوق نص كوبايه الميه الاولانيه اللي انا خدتها. هي ما خدتش مني سوائل كتير لان هي طبعا واخده كوبايه من السمنه على الزيت، واخده كوبايه زبادي، اكيد برضو كوبايه الزبادي بيكون فيها نسبه من السوائل بتاعه الميه. انا هقلب دلوقتي العجينه لحد بس ما هتلم معايا وهتكون كده ناعمه في ايديا، ما يكونش فيها اي حاجه ولا مفروله ولا مقطعه ولا اي حاجه. هوريكم دلوقتي النتيجه النهائيه مع بعض. ويا ريت بقى لو الوصفه كده عجباكم يا ريت تتابعوني دايما، ويا ريت تحطوا لي التعليقات الجميله اللي بحبها منكم، ويا ريت برضو اللايك الجميل والاشتراك وتفعيل الجرس في القناه. بصوا يا جماعه هو دوت شكل العجينه في الاخر بعد ما انا لميته. جميله جدا ما شاء الله وطريه وبتطلع اصلا ما شاء الله العجينه. يعني ريحة اصلا العجينة لسه بنعجنها كده تحفة، وريحة الخبيز ما شاء الله بتدي فعلا في البيت خير. اللهم بارك يا رب، اللهم زدها نعمة واحفظها من الزوال. انا دلوقتي هغطي على العجينة بتاعتي طبعا علشان وشها بس ما ينشفش. انا مش هسيبها كتير، انا هسيبها بس ترتاح حوالي نص ساعة يا دوبك. هبص ما شاء الله هي اصلا بتنتفخ، وانا لسه كمان اخمرها شوية تاني على الصاج بعد لما ان شاء الله هنشكلها. دلوقتي هنبدأ التشكيل مع بعضينا. هلم بس العجينة كده على بعضها وهبدأ اخد منها كور صغيرة. احنا هنعمل دلوقتي الاول القرص، هاخد منها كور صغيرة. حاولوا يعني طبعا هي بالمقدار كده هوت، لو مثلا ممكن القرصة 50 ل70 جرام لو هتوزنوها. انما انا بصراحة مش بوزنها، انا بعملها بس بايديا كوت على حسب ما انا عايزة. مثلا ممكن في حجم البرتقانة الصغيرة، يعني هي دوت الحجم المناسب بيطلع بتاع القرصة ما شاء الله بتطلع حلوة. وبعدين هي لسه برضو هتزيد شوية في الفرن، فاحنا مش عايزين نتخنها قوي ولا نخليها من جوه يكون فيها قلب زيادة. انا بحب القرص تبقى خفيفة كوت وهشة. هنبدأ دلوقتي بقى نشكلها كده كور زي ما انتوا شايفين، ونحطها على الصاج لحد لما اخلص الصاج الاولاني. وهوريكم دلوقتي حالا شكلها وانا بفردها في الصاج هتكون عاملة ازاي. انا دلوقتي هساوي بس القطع كلها مع بعضها، كل الكور احاول على قد ما اقدر تكون قد بعض علشان طبعا السوا كلها تاخد سوا واحد في الفرن. انا وانا بشكل القرص ان هبدأ اسخن الفرن بتاعي على اعلى درجة حرارة. وبعد كده هوريكم بقى دلوقتي ان شاء الله طريقة التسوية بالظبط هنعمل ايه. انا عملت جزء قرص وهعمل جزء رقيش، هسويها بس على قد ما اقدر قوت ايه مستطيل، وهبدأ اقطعها بزاوية مايلة شوية تطلع شكل الرقيش بتاعت الفرن بتاعنا. طبعا اكيد لو في عجوة تبقى ممتازة جدا 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 تتحط كده في النص، وبعدين تحطي عليها قطعة عجين تانية وبعدين تضغطيهم على بعض، بتطلع في منتهى الجمال، تطلع في منتهى الجمال. عايزين تعملوا حجم اصغر حجم اكبر طبعا دي حاجة ترجع لكم وحسب الذوق بتاعكم. برضه هناخد القراقيش بتاعتنا هنحطها، بس طبعا يا جماعة القراقيش تتحط في صينية لوحدها بعيد عن القرص لان دي اكيد هتاخد تسوية ودي هتاخد تسوية. ممكن القراقيش تستوي بسرعة شوية عن القرص عشان هي ارفع واصغر، عشان بس ايه ما تبقاش في صينية واحدة وتلاقي حاجة اتلسعت وتلاقي حاجة لسه ما خدتش لون. حاولوا يبقى الشكل الواحد في صينية واحدة، وانتوا طبعا بتتبقوا في الفرن الصينية اللي تستوي تطلعوها وتحطوا التانية بدلها. دلوقتي انا حطيت القراقيش ويا دوبك بس هساوي الجناب بتاعتها والوش زي ما انتوا شفتوا. ديت بقى ما شاء الله هكمل بقية الصينية ديت بالكمية بقى بتاعت القرص. ما شاء الله اصلا نص كيلو طلع معايا كمية كبيرة جدا من القرص ومن القراقيش. يعني بصراحة اوفر بكتير من بتاعت بره، ونضيفة جدا عن بتاعت بره. حتى لو اتكلفت معاكي شوية في البيت على الاقل انت عارفة انت عاملة ايه وانت حاطة ايه. يعني انت ضامنة الحاجة اللي انت مستخدماها وضامنة الحاجة اللي انت عاملاها. فعلشان كده هو احسن بصراحة ان الواحد يعمل كل حاجته في البيت. وديكوا شايفين ما شاء الله الكمية عاملة ازاي. دلوقتي بقى انا هقولكوا على تركة مهمة جدا جدا. وانتوا بتفردوا في القرص افردوا في القرص من القلب لبره زي ما انتوا شايفين كده. انا في اتنين يعني ايه كنت مستعجلة جدا وانا بعمل لانه كنت بسوي كمان الغدا في نفس الوقت، فضغطت عليهم شوية من الاطراف، طبعا الاطراف بتاعتهم اتلسعت سنة.
فطبعا عشان نتلاشى الموضوع دوت، زي ما انتوا شايفين في الصاج الاولاني انا بعمل من جوه لبره ضغطه كده بسيطه يا دوبك بس تفردها. يا دوب اهي بصوا، هي اللي قبل اللي فاتت دي هي اللي انا دوست عليها شويه من الاطراف، فديت الاطراف بتاعتها طلعت محمصه اكتر من القلب. بس اهو دلوقتي انا هخرمها بس بالشوكة علشان طبعا احنا مش عايزينها تنتفخ معانا في الفرن. بصوا زي ما انتوا شايفين ضغطة بسيطة بصوابعي من النص لبره، ضغطة بسيطة جدا يا دوبك بس هتتفرد سنة مش اكتر ولا اقل. انا هحطهم دلوقتي بعد ما فردتهم هغطيهم بفوطة، تمام، وهسيبهم بس يستريحوا مثلا 10 دقايق مش اكتر ولا اقل. 10 دقايق بس يستريحوا معايا، وان شاء الله نبدأ نسوي على طول. دي ما شاء الله بصوا الكمية بتاعتي كلها، بسم الله ما شاء الله، طلعت كمية حلوة جدا من القرص وكمية حلوة جدا من القراقيش. هدخلهم بقى الفرن على درجة حرارة عالية في الاول والفرن سخن. بعد كده مجرد ما احطهم في الفرن هنزل درجة الحرارة 180، فهم في الرف الاوسط. يا جماعة ما بتاخدش مني حتى يعني، هي يا دوبك مثلا من 12 ل 15 دقيقة بالكتير جدا على حسب الفرن بتاعك. حسيت ان هي ما خدتش لون كويس من على الوش، شغلي لها الشواية ثواني، وطبعا عينك مراقبها. وديكوا شايفين بسم الله ما شاء الله اللون والشكل والجمال تحفة تحفة تحفة. والريحة يا جماعة بتاعتها مش قادرة اقول لكم، كانت قلب البيت. استخدموا بس نوع سمنة كويس، وطبعا نوع زيت يكون ما فيهوش اي ريحه. يعني اكيد طبعا زيت التموين والكلام ده ما ينفعش خالص في الوصفات اللي هي الحلوه، ممكن في الاكل انما في الوصفات الحلوه لا طبعا ما ينفعش. اديكم شايفين بسم الله ما شاء الله القراقيش اهيت، هرصها دلوقتي قدامكم زي ما انتم شايفين، وبرده القرص، وما شاء الله طلعت معايا كميه كبيره جدا زي ما انتم شايفين. حطوها بقى جنب كوبايه شاي، شاي ساده شاي بلبن. القراقيش قوت عليها حته جبنه. القرص جميله وطريه، بتدوب كده يا جماعه في البق، جميله بصراحه. ان شاء الله باذن الله لو عجبتكم الوصفه يا ريت تتابعوني دايما، وان شاء الله تستنوا مني كل جديد. كنت معاكم لطيفه من قناه اكلات لطيفه، ودايما ان شاء الله مع بعض، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هسيبكم بقى تكملوا معايا بقيه الفيديو وانا برص القرص الجميله دي. وشوفوا من تحت اللون تحفه، اللون من تحت ومن فوق بصراحه يعني كانت زي العسل. الشوايه ما خدتش مني ثواني يا جماعه، علشان خاطر خلي بالكم عشان بتتلسع، خلوا عينيكم عليها على طول، ما بتاخدش ثواني. واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.